نزال البطل المغربي محمد توشاسي ضد خصمه الجزائري بلال شروف ضمن بطولة انفيوجن للكيك بوكسينج. Always an exciting fighter. Oh, looking very composed at the moment. Got a bag of tricks as well. He doesn't rely on one. خلال الجولة الأولى أظهر المقاتلين مستوى عالي، تبادل العديد من الضربات القوية، أشعلت النزال وزادت من حماس الجماهير. Swings 1-2. Fighters, good movement from them both. Good left body. Good shots landing. Rashi looks for the left hook himself. Sometimes it gets messy. It comes into the. المقاتلين لم يتركا مسافة بينهما، واستمرا في الاندفاع وتسديد الضربات، وكلاهما يريد إطاحة الآخر مبكرا. Just look at the determination. Good shots. Landing the French fight. Breaking up, but very aggressive. Big left hook from Tuan. Look. انتهت الجولة الأولى بنتيجة متقاربة بين المقاتلين، بذلا مجهودا كبير استنفذ طاقتهما. في الجولة الثانية سدد المقاتل المغربي سلسلة من الضربات القوية زعزعت خصمه الجزائري، واستمر في ضربه وسحق أضلاعه بلكمات مدمرة أسقطته راكعا من شدة الألم. وانتهى النزال بفوز البطل المغربي محمد توشاسي على خصمه الجزائري بالضربة القاضية في الجولة الأولى. Look at the determination. Breaking up, but look. Goes into fights, wanting the KO, wanting to please his fans, and that was a beautiful left hook that landed. Dazed Bilal, and he gave not a step back on him. He stayed relentless.